ترى ايه حكايه الصوره ديت ومين الاشخاص اللي في الصوره؟ اسمع يا سيدي، الصوره ديت التقطت عام 1889 لشخصين من دمشق. اللي مش شال على الظهر ده اسمه سمير مسيح الديانه، كان مشلول وقزم. اما اللي شاله ده فاسمه عبد الله مسلم الديانه، كان ضرير وفاقد للبصر. الاتنين دول بقى رغم الظروف اللي كانوا بيمروا بيها ما استسلموش للحياه، بل واجهوا قسوه الحياه وكانوا بيكملوا بعض. كان سمير بيعتمد على عبد الله في تنقلاته عبر الشوارع، وعبد الله كان بيعتمد على سمير ان هو بيوجهه للطريق وبيحذره من العوائق اللي بتقابله في قلب الطريق. كان واحد بيشوف والتاني بيمشي. كانوا ساكنين في غرفه واحده وكانوا شغالين في مكان واحد. سمير كان شغال حكواتي بيقول قصص للناس في احدى مقاهي دمشق القديمه، وكان عبد الله بيبيع بليله قدام نفس القهوه وبيسمع لقصص صاحبه. ولما سمير مات عبد الله اعتزل في الغرفه لوحده وحزن عليه حزن شديد جدا لحد ما لقوا عبد الله ميت بعد اسبوع من وفاه صاحبه سمير. الاثنين دول بقى اثبتوا للانسانيه ان الانسان اتولد كده في فطرته بيحب التاني وبيتعاون معاه ويخلص له، واثبتوا كمان ان احنا لو زرعنا الحب والموده بينا كلنا هنشعر بالسعاده رغم العوائق اللي هتقابلنا في الحياه.